اهلا بيكم في يوميات منى حمدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شايفين صينيه الفراخ دي؟ هنشوف هنعملها ازاي. هنا جبت الاوراق ديت بعد ما غسلتها بميه وملح وليمون وخل ونقعتهم. بعد كده بصفيها، وبعد كده بجيب السكينه واديها بقى شقه كده. وبعد كده بجيب الطماطم وبصل وفلفل كوبي واحطهم في الخلاط واحط لهم خل وزيت، وبحط بقى ملح وفلفل اسود وبابريكا وبهارات، واضربهم بقى في الخلاط. ممكن احط لهم فنجان ميه علشان الخلاط يعني يشتغل. وبعد كده بحط نص المقدار على الاوراق دي. وبعد كده بجيب الصينيه واحط فيها زيت، واحط بقى كل الخضار اللي عندكم في التلاجة. حطوا بصل، بطاطس، جزر، فلفل، طماطم، اي حاجه يعني، اي خضار مشكل كده حطوه. كل اللي عندكم في التلاجة حطوه. وبعد كده بحط الطماطم وفلفل. وبعد كده بجيب نص المقدار التاني اللي انا كنت سايباه في الخلاط، بحطه على الخضار. وبعد كده احط الفراخ واحط عليها رشة زيت، واحط ممكن بقى نحط فلفل حراق في الاخر كده، عشان يعني ما يحرقش الاكل وكده عشان الاطفال. وبحطها في الفرن واشغل الشواية، وفي الاخر بتبقى بالشكل ده، بيبقى طعمها جميل جدا وتحفة. ان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.